تمام كده شكرا. ربنا يسعدكم ونشوف الابتسامه دي دايما ليكم ان شاء الله. فرحانين بوجودك يا فندم. رغم ان ماليش تصريح ان انا اتكلم، لكن هتكلم روعان في الجميع عشان خاطر ربنا يخليك. ده شرف وبعدين دي هي سعاده المصريين وانت اثبتت مش شرط الاحتياجات الخاصه، انت فوق كل الاحتياجات، والقناه دي تعتبر فوق كل الاحتياجات لانها هي اثبتت وجودها النهارده. اوعى اوعى صور يا ابني مع الباشا. متشكرين وربنا يسعدكم جميعا. سعاده الشعب المصري جاي يبني سواء معناها كبير جدا معناها ومغزاها ان الشعب المصري له كيان وكرامه وراء يدافع عنه. يبقى اذا معنى الكلام ده ان هو ايه؟ ان هو هيبقى بني ادم وانسان مفعل جوه هذا المجتمع، هيبقى له دور رئيسي، وهي دي اهم حاجه احنا عايزينها. ربنا يبارك عيون الولاد وصبايا البلد ولا شاف العمل ضاعت البلاد والعزم اتولد ولا شاف النيل أحضان الشجر ما نخافش من المستقبل كويس ان شاء الله. سيدنا عمر بن الخطاب بعت له سيدنا عمرو بن العاص رساله بيقول له ان الاخوه المسلمين بعد ما ضموا على الاسلام طلبوا منه ان هم يهدوا عروسه، اجمل عروسه عندهم النيل وقت ما الفيضان جاب. فرجع ليهم وقال لهم ان الاسلامي جميع الاديان ما تقولش الكلام ده، ده شيء احنا بنقوله لاولادنا وابنائنا. فقال لهم ده مفروض. بعد سيدنا عمر بعد سيدنا عمرو بن العاص خطاب يناشد في نيل مصر يقول له لو انت يا رجاله ماشي بارادتك مش عايزينه، لو النيل ماشي باراده الله عايزينه، ارمي الورقه في النيل. يا جماعه في النيل الفيضان جاي، يعني الخير جاي، مفيش لا ميه هتنقص، بس احنا ايه؟ نحسن استخدام خيرات الارض. شكرا. ما شافش الرجال